السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل بصحة جيدة. اليوم جبت لكم تحضيرات رمضان، في يعني نعطي لكم فكرة وتدبيرة باش تستفادوا من هاد الحاجات هادوما اللي باش تعاونوا روحكم في رمضان، باش تسهلوا أموركم. هنا عندنا الجلبانة. درت جلبانة اللي يسموها البازلاء باللغة العربية. هنا طريقة الاحتفاظ بالجلبانة، يعني طريقة سهلة وتقعد لك العام كامل. العام كامل وانتي هاد الجلبانة مخبية وتقدري تستعمليها في اي حاجة، يعني ما تفسد، ما يصلها والو. وطريقة سهلة، ماكش ميم با حتفوريها. كاين ناس يفوروها ويخبوها، وكاين ناس يخبوها مباشرة، لكن انا هاد الطريقة فعالة وصبتها باللي تفيد بزاف. هنا غسلتها اولا. الحاجة الاولى غسلتها ومن بعد صفيتها. هذه الحاجة الاولى اللي ديريها، تغسليها وتصفيها. هنا كي تشري الجلبانة دوكا راه وقتها باش تخبيها، يعني الموسم تاعها جلبانة تكون كاين وتكون مليحة، يعني قبل ما يوصل هذاك الوقت اللي ترجع ماشي نقية لداخل ويكون فيها الدود وتجيك صعيبة باش تنقيها. هنا الطريقة الأولى هي أني غسلتها ومن بعد درت لها الماء سخون. هنا ديري الماء سخون، يعني ماشي سخون يغلي، تقدري تمسيه كما راكم تشوفوا فيا. خليه 2 دقائق، 2 دقائق. صفي هذاك الماء كيما راني درت انا. صفيت الماء هذاك، نحيته. قطريها من هذاك الماء السخون، ومن بعد عاودي عمري وديري لها الماء بارد. الماء بارد تقدري ديريه تاني 2 دقائق، تخليه فيها كيما خليناها في الماء السخون. ومن بعد تقدري تحتفظي بها كيما تحبي. يعني كاين ناس يديروها في ساشي تاع كونجيلاسيون وتاع المجمد، وكل واحد كيفاش يحب. كاين اللي يديرها في بايط تاع بلاستيك، وكل واحد طريقة الاحتفاظ ديالو. لكن انا هذه هي الطريقة ديالي اللي نحتفظ بها، يعني ما يدوليش بلاصة. كي نديرهم هكذا احسن من اللي نديرهم في ساشي ويترتق لي. انا الحليب اللي نشربوه هو هدايا. كي تفرغ لي الباطة نغسلها هذيك الباطة ونعمر فيها الجلبانة، نحي لها هذاك يجي فيها بلاستيك لداخل، فرغيه، نحي له هذاك البلاستيك وعمريها. وهذه طريقة الاحتفاظ راح تقعد لك شحال. انا يعني كل عام ندير هكذا. انا دي الطريقة ديالي وان شاء الله تستفادوا منها. هكذا ترفدي بعد لي تكون قطرت من الماء، وتكوني قطرتي البطاطا طبعا من الماء. وشوفي يعني سهلة باش تعاودي تخرجيها، ما تجيكش واعرة تقولي كيفاش نعاود نحيهم. والجلبانة مش راح تجمد، يعني باش تكوني عارفة تقعد حبات. وما تجبديها، تخبطيها برك شوية الباطة راح تجيك سهلة باش تجبديها. هذه الطريقة الأولى تاع الجلبانة. هذه الفيديو الأول هو تاع الجلبانة. الحاجة الثانية اللي حنوريها لكم هي المربى. مربى تاع الفريزة، يعني مربى تاع الفراولة. هنا كنت بيته في الماء، صح ما وريته لكمش، بصح نفهمكم فيه. هنا بيت المربى ديالي الفريزة، قطعتها بعد اللي تكوني غسلتيها وغسليها بالورق. ومن بعد قطريها بهذاك الماء، غسليها مليح وقطريها، بعد نحي لها الورق وممتن قطعيها. قطعتها على شكل دائري، درت لها السكر. هاوليك هنا المربى تاعنا. درت لها السكر 700 غرام في كيلو تاع فريزة. وهاوليك النتيجة، يجي ما شاء الله. تسحقيه في رمضان وتفرشوا. انا هنا فرشت الالومنيوم باش القطاري هذوك اللي يقطروا من الطنجرة ديالك ما يلصقولكش على هذه، يعني عطيتها لكم تدبير. والحاجة الثالثة اللي هنا درتها لهاد الليمون اللي كنت استعملتهم في ليطاغ، في ليكيش. هنا درت باكي تاع خميرة، درت الماء يغلي وبعد درت فيه باكي تاع خميرة، ودرت فيه صابون حجرة اللي هو صابون الطرف، ودرت فيه صابون سائل، اي نوع تاع صابون سائل. ومن بعد درت فيه الخل.
راكم تشوفوا شنو هو. وهاد واش درت كامل المكونات، ومن بعد درت فيه هاد الليمول تاعي. هاد الليمول درتهم لداخل رايحين يتنقاو بطريقة عجيبة. ما تغسليهمش كامل. هنا شوفي هاد الطريقة تخليهم يغلوا شوية ومن بعد تنحيهم. هنا شوفوا كيفاش رجعوا يبريوا، يعني اللون تاعهم خرج يشعل. وبعد انا هاد الماء هدايا اللي بقى ندير فيه هادوك الريصان تاع الفرنو. راكم شفتوه كيفاش كان كحل. هذاك علاء وليدي دار لي كراب ويخرجوا له واحد لي كراب ما شاء الله. كاش نهار يدورهم لكم، ولا حبيتوا قولوا لي في التعليقات، ولا حبيتوا يديرهم لكم. يدير لي كراب سكري بشوكولا نوتيلا، هو يدير نوتيلا ويدير لها البنان، ويعني يجو ما شاء الله واحد لاغوسات هايله. هاهم ليك شوفي النتيجه.